بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني الغالين، كل عام وأنتم بخير، الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. عدنا والعود أحمد. اليوم قصتنا عن شخصية اشتهرت بالكرم وبالشعر وبالشجاعة. هذه الشخصية شخصية يقال له ابن سهل. اعتقد ان النفيعي طبعا في الزمان الماضي، وكان متزوج وحدة اسمها نورة، وكان يعني مع ربعه وجماعته كلمته مسموعة قبل لا يصيبها الفقر، فجار عليها الزمان والفقر عدو الإنسان. ويوم فقر اختلفت منزلته عند ربعه وجماعته، ما عاد أحد يسمع له ولا عاد أحد يجيه. فيوم شاف الأمور قفت عود، قال حرمته، قال يا نورة، قالت يعاونك، قال شدي على البعير، ما عاد حيلته من الدنيا كل ابوها غير بعير، شدي على الرحول نبى نرحل. يا بن سهل وين نرحل؟ خلنا مع ربعنا وجماعتنا. قال الديرة اللي يجفاك أهلها، روحوا خلها. قال والله يشد ويروح له في ذاك الديرة في ذاك الوادي الحالة. قال بنى بيته، قال جلس وأخذ له فترة هو وزوجته، ما معهم إلا الله عز وجل. قال ذاك اليوم جاه مشوار ممشات يوم عن المحل اللي هو نازل فيه. قال يا نورة أنا بروح لي الزوم، وإنما هو البعير ما حيلتنا إلا الله، ثم هو البعير لا يغدي، انتبهي له. قالت ودع الله. قال والله وراح. قال هي انشغلت. قال ترى البعير قد فك عقاله وبتر. قال يوم افطنت، قال لو مغارة مربطة. قال راحت دورت، اخذت النهار كله ما خلت ولا شعب، ما حصلته. عودت رجعت على الليل وباتت مهمومة وخايفة من ردة فعل زوجها. قال عز الله من النهار الثاني، قال لو وابن سهل ضاوي علىها. قال يوم انه اقبل على المراح، قال ولا المغار معقل البعير. قال يا نورة، قالت يا عونك. قال بعيرك وينه؟ قالت تقول يا ابن سهل. قال وش تقول؟ قال تقول يا ابن سهل يا مال حوس المريري، وبعيرك اللي غادي ما لقيناه، عز الله ان جايز اللي مراحي انحاش عن خدرك وخليك وياه. قال هي اثر العلم كذا، اسمعي يا نورة. قال روحي تراني معادلك براعي، تعيني لك جوف بقعة معازيب، حلفت ما ياخذك حتى النفاعي، واني لخبر فيك سموى على جانيب. قال يفكها من على البيتين هذه. قال اخذت زهابها وطلبت الله وعلقت بهلها. قال وهو برضه عود لديرته. قالوا الله كرمه، اخذ رزقه، تزوج وجاله عيال وجاله رزق وجاله خير. قال وهي اخذت لها واحد خبيل من جماعتها، قالوا غلاق 2 مدي 3 سنين. قالوا هي قابلها على ميراد ما. قال يوم شافها ذكر ايام العشره والحياه اللي عاشها معها. قالوا وجاها على الميراد سلم علىها، عرفته وهو عرفها. قال سأله عن أحوالها. قال ردت عليه ببيتين تعلم عن حالها، وإنها أخذت واحد ما هو زي ابن سهل. قالت يا ابن سهل ماني بغاوية الرجال الشجاعة، أخذت يا ابن سهل ماني بغاوية الرجال الشجاعة، أخذت لي يا ابن سهل ماني بغاوية الرجال الشجاعة، ودي بهم بار المناعير صلفين، أخذت لي دفش من دفوش الجماعة، يرعى غنمنا والبهم والبعارين، لو اضربه مشتدة في كراعه. قال اضربي والناس ما هم بدارين. هذه قصتنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.